اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ويسر لنا دروبنا ونور بنور. يا صباح النور، يا صباح الفل على حبايب قلبي اللي وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده راجعلكم روتين كده كله حماس، يعني اللي وراه حاجه كده عايز يعملها يقوم كده يشغل الفيديو ويتشجع كده معايا. طبعا ده بقى اول ما نزلت الاولاد للمدرسه. بس صحيح قبل ما نبدا الفيديو مننساش نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كنت وديت الأولاد المدرسة الصبح، وديت البنوتة الصغيرة الحضانة، فجبت كده فطار وانا جاية. عملت بقى كده سندوتشين وجبت جرجير ونعناع كده وانا جاية، وعملت كوباية شاي بالنعناع كده عشان تظبط الدماغ على الروتين الصعب اللي انتوا شفتوه ده. انا كنت امبارح بصراحة طلعت الشتوي بقى من تحت السراير ولمعت تحت السراير وسيقت والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. حبيت ان انا اطلع الشتوي. ممكن يكون حد يقول ان طلعت بدري، بس انا كنت لازم اطلع هدوم الاولاد بدري، ان الجو صراحه بدأ يسقع، بالذات مثلا لو هما خارجين او هما رايحين المدرسه الصبح، فكنت لازم اطلع عشان لو في جاكيت خفيف يلبسوه او كده. هنا بقى بعد ما فطرت بقى وكده فدخلت كده على طول. طبعا انا كنت مطلعه الهدوم من امبارح، فيدوب طبقتها ولمعت بقى الدولاب من جوه وفرشته وطبقته بقى كله ورصيت الهدوم زي ما انتوا شفتوا كده، وجيت بقى هنا المع الدواليب من بره. ودي للأوضة كده تنظيف عميق كده، مع اني انا كنت لسه من قريب كنت عاملة تنظيف عميق للشقة كلها ساعة دخولي المدرسة، يعني حوالي شهر بالظبط. بس قلت مش مفيش مشكلة، يعني اعمل تنظيفة تانية كده حلوة، تنعنش الشقة كده. مسكت الشبابيك، غسل يعني طبعا ما غسلتهاش، لمعتها وشفطتها كده كلها من التراب. بصراحة قلت بدل ما انفض بالفوطة وتبهدل الدنيا، لا اشفط بالمكنسة كده على طول بتلم التراب كله بصراحة. ولمعت بقى بملمع اللي هو فريدة زي ما انا قلتلكوا، جميل جدا جدا، كفاية ريحته. عايزة اقولكوا ان انا بعد ما خلصت كده بطلع يعني بالليل هدوم للاولاد عشان يغيروا بعد ما ياخدوا الشاور بتاعهم وكده. بفتح الدولاب كده ريحته حلوة من كتر ما ملمع، ريحته حلوة يعني. فبصراحة لو شفتوه قدامكم ومحتارين تجيبوا ملمع ايه يعني هاتوه، بصراحة تحفة جدا جدا يعني. هنا بقى بعد ما لمعت وخلاص السراير بقى والدواليب وكل حاجة، بس انا خدت لقطات كده بسيطة، وكمان لمعت الحيطان. بس زي ما انا قلت لكم خدت لقطات كده بسيطة، بس عشان خاطر انتوا عارفين التصوير بياخد وقت اكتر، فحبيت ان أنا اخد لقطات كده بسيطة. وكنست الارض هنا ولمعتها بالفرشة القديمة بتاعتنا كده، الشرشوبة القديمة. ان الشرشوبة بتاعتي بتاعت الباركيه او السيراميك باظت بصراحة، فلسه مش عارفة هعمل ايه. فديت عندي بصراحة محدش يقدر يستغنى عنها، فلمعناها كده بمية سخنة عشان تدي تلميع حلوة للسيراميك. مية سخنة مع معطر الأرضيات تدي ريحة حلوة وكده يعني. وهنا بقى بعد ما خلصت الأوضة بخرتها زي ما انتوا شايفين، قولولي رأيكم. بصراحة كان يوم متعب جدا جدا. هنا بقى بعد ما خلصت كان قلت اعلق على غسلة بتاعت هدوم بقى، كان يوم الخميس، فاخدت شنطة المدرسة بتاعت الأولاد عشان اغسلها مع كبرتاية كده وعلقت عليها. هنا بقى دخلت على طول على الغدا، عشان ألحق أعمل الغدا يعني قبل العيال ما يجوعوا وكده. فعملت تتبيلة الستريبس. أنا بعمل ايه في تتبيلة الستريبس؟ بجيب توابل بروست من بره، وبحط عليها ملح وفلفل أسمر، ومعلقة توابل فراخ برضو صغيرة، بحب أعمل كده يعني. ولو هي مثلا بروست مش حرام بحط برضو معلقة صغيرة شطة، وبزود حوالي كوباية مية كده. وطبعا احنا بنبقى جايبين الستريبس جاهز من بره، بخلي بتاع الفراخ يعني يقطع لي البانيه قطع ستريبس، وهو لو ما قطعهاش انت ممكن تقطعها في البيت، يعني هو تقطعتها سهله يعني. هنا بقى انا كنت جايباها وكنت غسلاها بملح وليمون، وكنت حطاها في الفريزر، فطلعتها من الفريزر كانت فكت، وحطيتها بقى في التتبيله على طول. بصوا انا بوريكوا تقطيعتها يعني. هنا بقى بعد ما تبلتها بحوالي ساعتين كده، يعني عدى حوالي ساعتين، دخلت بقى على المطبخ، يعني عملت حاجات تانية وراها حوالينها. بس قلت ان انا يعني اعمل لكم الغدا كله ورا بعضه يعني.
رحت هنا بقى معلقة على المكرونة وقشرت بطاطس عشان احطه في الاير فراير. والستريبس بصراحة كنت ناوية اقليه في الاير فراير، وبعد كده اترددت في اخر لحظة قلت لا، هو في الاير فراير بيبقى حلو بس بصراحة في الزيت بيبقى طعمه احلى، يعني انتوا عارفين اكيد. هنا بقى الطماطم انا كنت عاملاها امبارح، صلصلتها يعني، فخليت حبة كده جاهزين، قلت عشان خاطر لما اعمل مكرونة بكرة سباكيتي تبقى جاهزة معايا يعني. هنا بقى حطيت زيت والصلصة اللي انا كنت عاملاها وملح وفلفل اسمر ومعلقة شطة كده صغيرة وقلبتها. هنا بقى عملت التتبيلة اللي هي بتتحط على الستريبس من بره، الطبقة الخارجية اللي بتبقى بره. فحطيت دقيق، حطيت عليها معلقة فراخ، توابل فراخ صغيرة، حبة ملح، حبة فلفل اسمر، بتدي طعم بقى حلو كده قوي للتتبيلة وانتي بتاكليها يعني. متبقاش التتبيلة من جوه بس، لا التتبيلة بتبقى من بره ومن جوه. وطلعت كده طبق مية، حطيت فيه مية، حطيت كده فيه تلج عشان مكانش عندي مية متلجة يعني، عقبال ما اقلب الصلصة بتاعتنا في المكرونة. وزي ما انتوا شايفين كده بصراحة كان اكل كده، أكلة تحفة وجميلة والأطفال كلها بتحبها يعني، بالذات المكرونة الاسباجيتي مع الستريبس الأطفال كلها بتحبها يعني. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين اهوت، خدت الستريبس من التتبيلة حطيتها في الدقيق، وبعد كده حطيتها في المية المتلجة، وبعد كده رجعتها للدقيق تاني. دي الطبقة بصراحة هتشوفوها في الآخر بتثبت وبتبقى مقرمشة خالص، يعني بتبقى طعمها تحفة ما شاء الله، يعني ما شاء الله بتبقى زيها زي اللي جاية من بره بالظبط. انا بحب كمان الستريبس ممكن اعمل جنبه رز ريزو. بس بصراحة لا، الاولاد طلبوا مني ان انا اعمل مكرونة سباكيتي ان هم بيحبوها اكتر يعني. بس وعملت بقى الكمية كلها بنفس الطريقة على قد انا والاولاد، عشان ايه؟ ان ما شاء الله كانت الكمية اكتر يعني، فانا عملت على قدنا وشلت الباقي برضو في التلاجة في التتبيل. هنا بقى بعد ما سخنت الزيت بتاعي خالص بدأت ان انا اضيف بقى الستريبس. قولولي بقى طلعتوا الشتوي ولا لأ للأولاد، وانتوا طلعتوا ولا لأ؟ انا بصراحة شوية احس ان انا حرانة وشوية ان انا احس ان انا بردانة، بصراحة الجو اليومين دول يعني زي ما بيقولوا كده جو عيا للأطفال، يعني ربنا يسترها على أولادنا يا رب ويبعد عنهم الدور البرد الوحش ده. انا عمالة احرص على أولادي كده، عمالة اديهم يعني حاجات للمناعة الدكتور كان كاتبها لهم، بس يا رب يا رب يشفيهم يعني، يا رب ويحرسهم يا رب. هنا بقى بصوا ما شاء الله قطعة الستريبس شكلها عاملة ازاي، بصراحة كان شكلها جميل. كنت عايزة اوريكم ساعتها الصوت وقعدت اعمل بالسكينة كده، بس الاولاد يعملوا دوشة فلغيت الصوت من عليها. هنا بقى زي ما انا قلت لكم، بعد ما تبلت الستريبس دخلت عملت حاجات. عملت ايه بقى؟ غيرت فرش سرير اوضه النوم برضو، ولمعت الخشب والشبابيك برضو الكلام ده كله. ودخلت على اوضه الانتريه نفس الكلام برضو، لمعته كله. بس انا اديتكم بس ايه الملخص النهائي كده، اللي هو احلى لحظه بتاعت رش المعطر. ده بحب ان هو بيبقى يوم روتين اصلا يوم الخميس، عشان باخد اجازه كده بتاع يوم الجمعه. لو انت شفتي روتين يوم الجمعه انا بعملش فيه اي حاجه، بيريحني كده. وده كان روتين النهارده، يا رب يكون عجبكم.